بالنسبة للمنتخب العماني يبحث فيها في هذا المساء عن مجد سيكتب بالنسبة له في بطولة آسيا هنا في هذا المساء وفي هذه البطولة الكبيرة والكبيرة جدا، في مجد سيكتب هنا بحول الله تعالى لمنتخب عمان من استاد محمد بن زايد الملعب الخاص بنادي الجزيرة في هذه المباراة المنتظرة والمنتظرة جدا هنا في هذا المساء. تشكيلة عمان التي يدخل بها المدرب البولندي السيد بين بيربك بتغييرات هنا المدن العمانية لأنها وكذلك في طريقة من مباراة هذا المساء تتبع في هذا المساء بفايز الرشيدي في حراسة المرمى. الخط الخلفي مكون من 3 أسماء: علي البوسعيدي، محمد مسلمي، خالد البريكي، سعد سهيل. في الوسط أحمد مبارك كانو، إلى جانب حارب السعدي، محمد خصيب ورائد إبراهيم. في المقدمة ثنائي محسن الغساني وخالد الهاتري. في الجانب الآخر ماميت حميدوف بالنسبة لمنتخب تركمانستان، والقائد في التوقيت ذاته يقف هنا إلى جانب أحمد كانو وإلى جانب نواف شكر الله قاضي هذه المباراة وحكم هذه المباراة. منتخب تركمانستان في هذا المساء يبدأ بتشكيلة دفاعية بحتة ب5 مدافعين في هذا المساء: بياسوف، ساباروف، أناغولي، ورسول هوغايف، بالإضافة إلى سيدار جيليديف، أونو أوزو، إلى جانب تاتيروف، إلى جانب كذلك اللاعب أنانديوف، إلى جانب روسلان ميغازوف. تشكيلة طبعا بالنسبة لمنتخب تركمانستان يبحث من خلالها عن النقاط المهمة بالنسبة له، طريقة 5-4-1 في هذا المساء يتبعها مدرب منتخب تركمانستان. إذا مباراة نتمنى أن انطلقت الصافرة، انطلقت واحدة من أهم مباريات منتخب عمان في تاريخه. كان شقيقك هنا عندما كان مدربا لنادي الجزيرة الإماراتي في عام 2001. عمان لكن هنا حالة تسلل والمحاولات. خصيب الغساني الله على كرة الغساني. أحمد مبارك كانو في الجهة اليسرى، الكرة ملعوبة أمامية داخل منطقة الجزاء، يتواجد في المملكة العربية السعودية، يلعب مباراة خطيرة إلى الأمام. ومن أخبر بذلك هو زميله أحمد حديد في 2010-2012. الكرة تلعب إلى الأمام لكن تتخلص. خبي تركمانستان بالرأس، عادت من جديد من الجهة اليسرى، ترسل كأرضية لكن خليج شارك في أول مرة في خليج 3 في الكويت. كرة ملعوبة إلى الأمام لكن طبعا حالة لحظات داخل منطقة الجزاء بالرأس أمامية، عادت من جديد. يا نصيب يا خصيب في الكرة الماضية، كاد يلا يا رايد هربنا من أجل هذه اللحظة. خطأ من هذا المكان لمصلحة المنتخب العماني، لمصلحة منتخب عمان، لمصلحة رائد إبراهيم. المسلمي وأحمد مبارك كانو المسلمي الله يا عمان أتى بها كانو سبق المنتخب. ما زلت كانو كل شيء يا كانو في هذه المباراة. أوه يا ساتر. ملعوبة الكرة عن طريق علي البوسعيدي أمامية بالرأس لكن مرت من جديد. فرحت في كثيرا في كرويا في السنوات الماضية إلى الأمام، لها إلى الدور القادم منتخب البحرين ومنتخب غرغسان. حذاري يا شباب، عمان بحاجة إلى هدف ثاني. علي البوسعيدي من الجهة اليسرى إلى الأمام لكن الكرة تتخطى اليمنى. سعد سهيل يرسل الكرة، خالد الهاتري تصويبة، هنا ركلة حرة وخطأ لمصر. حذاري لمنتخب عمان. الكرة ملعوبة إلى الأمام بالراس.
التصدي قد يوجع المنتخب العماني أمامية فايز. أوه خطأ. الله 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 على جمالك الماضي. في الكرة الجميلة كم لعبنا وفي أقدامنا اللعب الجميل. لماذا تظلمين إذا لماذا؟ ويا هذا التمنع هل تطول؟ يعني في بداية اسم جيد بالنسبة لمنتخب عمان. الكرة وصل، الكرة ملعوبة. خصيب أمام الكرة ملعوبة. البوسعيدي الهاتري عن الأسطورة العمانية غلام خميس رحمة الله عليه. هنا الكرة ملعوبة لكن كانت سيئة. بعد ذلك التحسن أمام إيران. خطيرة الكرة إلى الأمام. على منتخب تركمانستان وعلى التعادل الذي يسجل في هذه اللحظات. التعادل يسجل في هذه اللحظات لمصلحة تركمانستان. هدف التعادل لتركمانستان. منتخب عمان قدم بداية مثالية لكن لاحظ الأخطاء. يا خالد يا البريكي تائها في أرضية الملعب. الهدفين الكرة ملعوبة إلى الأمام لمصلحة المنتخب العماني، لمصلحة منتخب عمان داخل. بينما في الجانب الآخر المنتخب العماني أيضا يسعى ويبحث من أجل الحصول. يا لها من كرة من جانب منتخب تركمانستان، يا لها من كرة من أجل أن يدخل في حسبة التأهل. بحاجة للفوز، بحاجة تخطت الحاجز أو وصلت إلى حاجز 8000 متفرج هنا في استاد محمد سواء، وبانتظار تحسن المستوى في الشوط الثاني من جانب منتخب عمان. خطأ لمصلحة رائد إبراهيم. الكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء لكن تتخلص في ذات المجموعة منتخب تركمانستان وكذلك منتخب عمان في المجموعة لمنتخب تركمانستان. لكن في هذه المباراة الكرة ملعوبة. خطأ تدخل، وبعد ذلك قرار من خلف الشاشات في عمان. علي البوسعيدي هدف. ماذا حكم المباراة ماذا يقول؟ حكم المباراة ماذا يقول؟ الكرة وأحمد مبارك وبقية الأسماء تنتظر الكرة خطيرة. الهادري صوم للاعب النظيف. وفي آخر طبعا الاحتمالات أو سينظر مشاكس لاعب بإمكانيات كبيرة. أحمد كانوا بالرأس لكن الكرة يرسل كرة رائد إبراهيم. والدك كان مدافعا رائعا يا إبراهيم، والدك كان مدافعا. الله يدافع عن حظوظ الأحمر العماني. سيرسل كرة هي كذلك داخل منطقة الجزاء. وصلت إلى سعد السيد. تركيز بالنسبة الأفضل من حيث الأرقام هو المنتخب العماني الذي سجل هدف وتلقى غر. كان هنا يا سيد بيم فيربك في السنوات الماضية. كانوا الكرة الملعوبة أرضية. هذا أمر خطير على اللاعبين أن يتناسوا هذه المباراة. يلعب الكرة لمصلحة رائد إبراهيم داخل منطقة الجزاء. سقط رائد. فيها منتخب تونس. أحمد مبارك داخل منطقة الجزاء. هنا تصويبة ولكن إلى خارج أرضية أمامية داخل المنطقة لكن خطأ لمصلحة الجماهير الواقفة كلها بحاجة إلى هدف يأتي في شباك منتخب تركمانستان. اسماء التي قد تشارك أحمد الرواحي حارس نادي النصر إلى جزاء. جميل اليحمدي يسقط، بالتالي الكرة تلعب وهنا على كرة محسن الغساني في الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء. كانوا بالراس ملعوبة. الله حضر المنتخب العماني سما وتألق وارتقى عاليا في سماء أبو ظبي. الله منتخب عمان يسمو، منتخب عمان سما، منتخب عمان اعتلى، منتخب عمان ارتقى، منتخبنا سما لين حد